بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم أخواتي راح نقدم لكم حلوى القريوش بمناسبة العيد. هنا نحضر بيضاء وملعقتين من النشاء، نصف ملعقة من الكركم أو الملون كما حبيتي أصفر، نص ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، ملعقة ملح، ملعقة سكر، كأس غير مملوء من الزبدة. حبيتي تخلطي الزبدة مع قليل من الزيت هنا كما حبيتي. تخلطي المكونات جيدا، تخلي هنا المكونات معطر، ما ديريش المعطر لانك راح تستعملي الماء الزهر في العسل. تطبي عليه كمية الفرينة، تقدري حسب العجينة اللي راح تستعمليها وحسب الكمية اللي انت ترغبي في تحضيرها. تكبي عليها الماء بالتدريج. وهنا العجينة لازم أن تكون العجينة ما تكونش لينة كثير، تكون شوية يابسة، تساعدك على أنك تطرحيها في آلة الماكينة اللي تطرح بها العجين. تخلطيها جيدا. حبيتي تحط هذه العجينة تعجنيها بيدك، ما حبيتي تعجنيها بيدك تعجنيها بيدك. وهي العجينة، القوام تاع العجينة هنايا. تحاولي انك تعاودي تدلكيها حتى تكون اكثر طراوة، معناها تكون مكونات متجانسة اكثر. هنا تستعملي اثناء عندما تكوني تقلبي هذه العجينة تستعملي الفرينة او تستعملي النشاء او المايزينا كما احنا نقولوا، او تخلطي كمية من الفرينة مع قليل من النشاء. تخلطيها تتركيها ترتاح. تتركيها ترتاح قريبا ربع ساعة. نحضر هنا الشربات أو العسل. تجيبي كمية من السكر ديريها في كسرول أو في إناء، وتديريها على النار وتحركيها جيدا. تنقصي عليها النار قليلا، تحركيها جيدا، تقلبيها. تستعملي معها شرائح من القارص والماء الزهر وكأس. عبرت بهذا الكأس من الكبير هذا فيه 3 كيسان من الماء مقابل 4 كيسان سكر. 4 كيسان سكر استعمليهم 3 كيسان ماء. ها هو العسل عندي هو ذائب، السكر فقط. أنا كبيت عليه الماء، كبيت عليه الماء. بعد ما تشوفيه الماء هذاك، الماء بعد ما ديريه عليه وتشوفي الكمية أنها قليلة، تحاولي تزيدي كما حبيتي. تزيدي عليه هنا ملعقتين من الماء الزهر، وتضيفي إذا كان العسل هذا كمية قليلة تزيدي كمية من السكر، وترمي فيه القارص هذاك وتخليه
يطبخ حتى يختار كما حنا نقولوا، يكون ثقيل وتخليه يبرد. هنا تجيبي العجينة هذيك تقطعيها، انك دائما نقول نستعملوا الفرينة ونستعملوا معها النشاء، وتديريها كريات او كويرات 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 وتخليهم يرتاحوا. كذلك يعني تسهل عليك انك تستعملهم بسهولة هكذا. تطرحي ذيك الكويرة هذيك تطرحيها بالحلال، ودائما قلنا تستعملي الفرينة والمايزينا او النشاء حتى ما لا تلتصق، وتطرحيها على الطول، تطرحيها بالطول هكذا. حبيتي تكملي بالحلال، حبيتي ديريها في آلة البقلاوة هذه اللي يطرحوا بها العجينة. الأول ندير في رقم، ها هو عندك في رقم 8 أو 9، ثم هذه تكون ما تكونش رقيقة ياسر، ثم ديريها في رقم 2، ديريها في رقم 2 وتطرحي هذه هنا. كل آلة عندها الرقم تاعها، هكذا تحصلي على هذا العجينة هذه. حبيتي تطرحي بيدك، ما حبيتي اللي باش نربحوا الوقت فقط. دائما دري على الفرينة أو المايزونة على العجينة قبل ما تقطعيها حتى ما تتلصقش. تمسحي بيدك هكذا، تقصي الآلة التقطيع هذه، الآلة الجرارة هذه تقصيها في الفرينة باه ما تلصقلكش في العجينة. وتقصي الأطراف تقصيهم هكذا، تقصي الأطراف. وهذه الآلة هذه الجرارة اللي عندي احنا هي تعطيك شكل في العجينة، الشكل تاعو يكون مشرشف من الجوانب. تطرحي العجينة جيدا. تحصلي الشريط هذا، الشريط هذا العرض تاعو يكون تقريبا حسب الحبة تاع القريوش اللي حديريها، يكون الارتفاع تاعو والعرض تاعو ما بين 8 إلى 9 سنتيمتر. تقطعي شرائط، ما توصليش للحواف، تخلي تقريبا 2 مليمتر في الجوانب، ما توصليش إلى الأطراف. تقطعي من الطرف للطرف فقط، ما توصليش إلى الأطراف. تقطعي تحت الجهة اللي الجهة ذيك تحتها فقط ب1 مليمتر أو 2 مليمتر، ما تقطع لكش. قطعي كامل العجينة هكذا، تقطعيها من الأطراف، تخلي مسافة. هنا تقدري الحبة اللي تقريبا 15 هذاك 15 قطعة. تحاولي تحليها، ثم تقطعي تحلي هذاك العجينة اللي قطعتيها، تحاولي تفركيها على بعضها البعض هكذا. تدهنيها البيض أو بالماء الزهر أو الماء الورد، وتطوي الطية الأولى. إذا كانت فتحت لك العجينة تدهنيها بالماء أو الماء
البيض تعاود تلصق كما ثم نعاود نطيب طية ثانية، ثم ننفض نتخلص من الفرينة، نفتح هذه العجينة من الوسط وندخل الطرف في الوسط ونخرجه هكذا. نقطع الأطراف، نقطع الأطراف الزائدة، تحصلي على هذا هكذا. تقلي الحبات هذون في الزيت، تحاولي تنقصي النار عليهم جيدا، ثم يكون العسل ساخن. إذا كان الحبات تاع القروش سخونين، العسل يكون بارد، والعكس. تغطسيه في العسل لمدة تقريبا 3 ثواني إلى 4 ثواني حتى يشربوا العسل جيدا. هكذا تقطريهم. كل ما تركتيهم في العسل مدة طويلة، كل ما تكون الحبة تاع القروش هذه لينة وهشيشة كما احنا نقولوا. العسل هنا أنا خدمته في المنزل أو حضرته في البيت. انتي كما تحبي تشري العسل جاهز تشريه. أنا حضرته في البيت، العسل هذا حضرته في البيت. العسل يكون ثقيل، ما يكون شوي، ما يكون ثقيل، ما يكون مايه، يعني يكون متوسط القوام تاعو بين بين. دري عليه البريون أو الجرجلان، ديريه على. أنا استعملت البريون، يعطوك اللمعان في الحبات تاع القريوش هذي. وتستعملي الجرجلان معه. دائما ديري الحبات الاولين، بعد ما درتي لهم اللماع او درتي لهم الجرجلان ديري الحبات الاخرين فوقهم بنفس الطريقه. هكذا دري عليهم البريون او الجرجلان. انا درت عليهم البريون او اللماع، لما تاع الحلويات، البريون تاع الحلويات، خاص بالحلويات. كاين اخرين يخلوه ما يعسلوش حتى لحظة التقديم، وهذا ما تكون النتيجة تاعو شوية أقل نجاحا من اللي تعسليه مباشرة. هكذا دري عليه لما هكذا. حتى تكملي كامل الكمية اللي عندك. دائما تحاولي أنك تغسلي حبة القريوش هذه جيدة بالعسل. هكذا من الأحسن تخدميه بيوم، كما نقولوا عندنا العيد تخدميه بيوم قبل العيد، حتى يكون الحبات هذو تاع القروش يكونوا شوي لينين، تحصلي على هذه النتيجة. بعد ما زينته أتمنى أن ينال إعجابكم أخواتي. هذه هي
القريوش بعدما زينته بالملمع. أتمنى إعجابكم. الصحة عيدكم، وما تنساش أخوات تديروا لايك وديروا اشتراك، وبارك الله فيكم، وانتظروني في فيديوهات قادمة إن شاء الله مع حلويات العيد.